هو انا ممكن ربنا ييسر لي اموري في الليله دي، ممكن اتجوز وربنا يكتب لي ان انا هتجوز السنه دي في الليله دي، ممكن ربنا يشفيني من مرض في الليله دي، ممكن ربنا يرزقني بالولد او البنت او العروس اللي انا بتمناها بدعوه مني في الليله دي. ايه ده؟ سيدنا جبريل بينزل، الملائكه كلهم بينزلوا. يا سلام، ايه ده؟ يعني انا لو قمت الليل كله قيام ربنا يغفر لي ذنوبي؟ يا جدع ده انا طول السنه كنت مقضيها. لا 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 لا، شكله حوار وعايز فوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. يا صديقي، ان شهر رمضان شهر قصير، فعليك. هي بتتقال ازاي؟ مش عارف، صلى على النبي الاول. بص يا عم، شهر رمضان ده شهر قصير، لا لا للتقصير، ما تأثرش فيه، لان ده في 11، في ال 11 شهر زي سيدنا يوسف و11 اخ. فلا تقتلوه ولا تلقوه في الجب واكرموا مثواه، عسى ان يكون شفيعا لنا يوم القيامه. اوعى تضيع منك العشر ايام دول، اللي عدى فات وما تضيعش اللي جاي. لو ضيعت اللي فات ركز وركز واشتد في العبادة علشان اللي جاي. ما قدرتش تصلي التراويح او ما قدرتش تأدي العبادة على اكمل وجه في الايام اللي فاتت، ما كنتش بتقرأ كويس في الايام اللي فاتت، الدراسة، الشغل البيت، الحاجات دي كانت شغلاكم، باذن الله عايزين الحاجات دي نخلصها خالص ونفضى للعبادة العشر ايام دول. هو انا ايه فضل ليلة القدر وايه اللي بيحصل فيها وكل ده انا هقوله لك، بس الاول لازم اعمل ايه؟ لازم تعتكف في الايام دي. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف في الايام دي. لازم تقرا وتشتد في قراءه القران في الايام دي، لازم تذكر ربنا في الايام دي، لازم تدعي في الايام دي. ايه بقى المزايا بتاعه ليله القدر؟ هي امتى ليله القدر الاول علشان بس نكون عارفين؟ بص، ابن عباس قال لك حاجه، قال لك ان هي ليله 27. ليه يا عمي؟ ما ادكش دليل شرعي، ما قالكش النبي قال ولا لا، بس هو الراجل فسر ده بإيه؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 7 والأرض 7، والغبارات اللي تترمي في الحج دي بيبقوا 7، والأيام الأسبوع 7، ففسر كل ما يحدث من رقم 7 هي رقم 7. وقال لك كمان إن السورة دي عدد آياتها، عدد الكلمات اللي فيها، يعني يقول لك تنزل ملائكة الروح فيها، فقال لك إن دي بتتكلم في ال 27، كلمة 27. فقعد ادالك شوية استنباطات، هو استنبطها لكن ما قالكش هي كذا. طب النبي كان هيقول لي عليها ليه ما قالش؟ لقى اتنين بيتخانقوا، شوف اتنين بيتخانقوا وتخاصموا كانوا سبب في ان الله سبحانه وتعالى ما يبلغناش في هذه الليله. فيا صديقي اوعى تزعل حد واوعى تكون زعلان من حد. شفت الخصام وصلوا لايه؟ طب هل ده عشان كده؟ لا، النبي قال عسى ان يكون خير. انت لو عرفت ليله القدر مثلا يوم 27 هتضيع كل رمضان، وهتيجي في ال 27 تجتهد، وبعد كده هتضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر، التمسوها في العشر ايام الاخر. وانا بديك نصيحه كاخ انا بعملها. الله سبحانه وتعالى قال لك ان ليله القدر دي خيرها خير من 1000 شهر، تمام؟ فايه اللي هيحصل لو خدنا كل يوم عباده؟ نقول مثلا ده لو ب 100 شهر، تقوم الليل كده ده ب 100 شهر، تعمل كده ده ب 100 شهر. بالنسبه لك يوم الليل، والنبي كان بيعمل اصلا ايه في يوم الليل، او بيعمل ايه في العشر ايام برضك عشان نكمل بس في سيره القدر. بص يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجوا العشر الاخر يا سيدي كان بيشد مئزر. السيده عائشه بتقول لك كان يوقظ اهله، في حديث السيده عائشه كان يوقظ اهله ويحيي ليله وكمان يشد مؤزر. دي كنايه عن العباده. لا ده انا في البلاغه العربي بص ما اقولكش، خد بالك انا ثانويه عامه، عايز منك دعوه حلوه كده، تمام كده يا ابويا؟ ماشي يا ابويا. فدي كنايه على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتد في العباده، كان يصح اهله بقى، تصح لو انت مش معتكف تصحي ولادك ويلا نقوم نصلي الفجر مع بعض، يلا نقيم الليل مع بعض، ترجع من التهجد كده تفضل تتسحر وتقعد تقرا قران، تقوم برضك الليل في جوامع ما فيهاش اعتكاف فبيخلص التهجد على الساعه حوالي 2 ونص، من 2 ونص يا سيدي لحد الساعه مثلا قول 4 بتصلي، وبعد كده تتسحر وتستغفر ربنا، تكتب من المستغفرين بالاسحار. تمام يا ابويا؟ تمام يا ابويا. كمان مطلوب منك انك
كتر من الأذكار في الأيام دي، تكتر من الأذكار، تكتر من الأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ من النوم وأنت قاعد، ولما تلبس لبس وتقلع لبس، وبص كل حاجة كل وضع يتقال في ذكر تقوله، أنت رايح المسجد وأنت داخل المسجد وخارج من المسجد، كل ده وتدبر الأذكار. يعني بص مثلا النبي بيقول لك إن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطية. تخيل كده وأنت بتقولها شايف ذنوبك قدامك اللي انت عملتها طول السنه بتتغفر في لحظه، لحظه كده انك تقول، بس تقولها بقلب خاشع، ما تعملش اللي هو زي ما قال لك كثر ما استطعت من الخطايا فان القدوم على كريم. قلتها صح يا شيخ؟ اكيد. بس الشيخ قال لنا البيت ده اللي هو بيقعد يعصي ربنا كتير ويقعد يقول لك يا عمي احنا كده كده رايحين على كريم، ده ربنا غفور رحيم، بس قال لك نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي ماله هو العذاب الاليم. ماشي يا ابويا؟ ماشي يا ابويا. فلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال لي قولها يا رسول الله. قال لي يحصل اول حاجه ياخد اجر 10 ركاب. 10 ركاب دول كان في عهد النبي الناس بيبقوا عبيد، فالواحد اللي كان يعتق رقبه عند ربنا لأجر عظيم. ولذلك حتى تلاقي في سورة المجادلة ان الله سبحانه وتعالى تحدث ان الواحد يعتق رقاب لما الست راحت له وجادلته في زوجها، فقالت له انه يعتق رقاب او يصوم شهرين متتابعين. مع ذلك من القصه دي اللي انا عايز اوصله لك ان الاجر العظيم الله سبحانه وتعالى ذكرها انها تكون كفاره للست لجوز الست يعملها. يعني الست راحت للنبي قالت له ان جوزها قال لها ان هي حرام عليه كأم واخته، فتعمل ايه وهي عندها اولاد وتجادل رسول الله، فبيقول لها عشان يكفر عن دي يعمل الحاجات دي. فاللي انا عايز اقول لك انك تعتق رقاب ده عند ربنا حاجه عظيمه جدا. مفيش رقاب دلوقتي يا عم، اتفرج على المهموم، ادفع قرض واحد مسجون، اقضي دينه. يا عم انت دخلت فين؟ كمل لا اله الا الله. اجرها ايه كمان؟ ان انت كمان ما يجيلكش الشيطان لو قلتها في اليوم ده، ما هو مسلسل يعني. خير يا عم قولها بعد كده، درب عليها عشان تقولها بعد كده. وكمان الذكر ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان خير ما قاله هو النبي ما قبله يوم عرفة الذكر ده. طب احنا مش في يوم عرفة، ما هو ده عشان الذكر عظيم يعني. واللي يقوله يبقى عند ربنا حاجة يوم القيامة غير اللي ما يقولش. طب ايه برضو؟ ما انا مش فاهم يعني. بص عظيم، اصل انا هقعد افهمك وانت برضو ايه، انا عارف اصل الفئه اللي بيسمعوني بشوف ال الاطفال او الشباب الصغيره، فمهما اوضح لك بس بص قولها ايه، لا اجر عظيم وخلاص. والله انا عشان بس الفئه اللي بتسمعني الفيديوهات دي بتكون سن صغير، فانا عشان كده بوضح. لو حد كبير بيسمع يعني احترام، انت زي والدي او اختي الكبيره او اي حد جدي. المهم وكمان تقول اذكار الصباح بعنايه واذكار المساء بعنايه. كمان احنا قلنا سبحان الله بحمده، تستشعر بقى النية وكل حاجة كده فيها أجر. هو الجامع تغفر لي كل خطوة تغفر، يعني كل خطوة تزداد حسنة وتمحو سيئة، تمحو خطيئة. انه برضك الحاجات دي يا عم في رمضان يا عم، ده 10 أيام. اللي أنا بقى عايز أقوله لك إن في ليلة القدر بقى دي إيه معنى القدر؟ القدر يعني الضيق. إيه ده الضيق؟ إيه يا عم الضيق؟ إيه يا عم القدر ده؟ يعني اللي يفوز بليله القدر فهو ذو قدر، هو ذو قدر. الضيق ايه بقى حوار الضيق ده؟ عشان انت برضه عمال تقول لي الضيق. بص، اما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، ربنا سبحانه وتعالى اذا ابتلى حد فقدر عليه رزقا يعني فضاق عليه رزق. انت دخلت انا في حاجه، لا ما هو القدر يعني الضيق. والملائكه لما بتتنزل في ليله القبر الارض بتضيق بيهم. فهمت؟ لا ولا انا. تمام. ايه بقى تاني معنى القدر؟ زي ما قلت لك ان قدرها عالي. وممكن نقول نفتح القاف قدر، لا الدال ما علينا، اصل انا في اللغه العربيه بايظ. يعني ممكن نقول قدر فيها تكتب الاقدار. ايه بقى حوار ان الاقدار بتكتب ده انا ممكن اتجوز في الليله دي؟ لا ده انا ممكن ال10 ايام والمصحف انا كمؤمن اقعد من بعد العشاء لحد الفجر ما استحرش ادعي اتجوز. لان انا بص هقول لك على حاجه، ان الله سبحانه وتعالى قال فيها يفرق كل امر حكيم. فيها يفرق كل امر. يعني الواحد هيموت في اليوم كذا بيتكتب في الليله دي، الواحد هيتجوز في كذا يتكتب في الليله دي، الواحد هيجيب مجموعه كذا يتكتب في الليله دي. فلما تكون الملائكه بتكتب الاقدار وانت تدعي وكنت ساعه اجابه ودعائك يستجيب، انت تفوز بليله القدر في الباقي السنه. عارف هي يوم في ال10 ايام، النبي قال لك التمسوها في ال10 الاخر. بس عارف واحد من السلف قال كلمه زلزلت قلبي، يعني انا بحضر لكم الفيديو ده. قال فلو كانت هذه الليله بتكون ليلة في السنة لقضيت
طوال السنه عباده. يعني ايه؟ يعني انا لو كانت الليله دي هي في 10 ايام اهي، فانا مش عارف اني فمحتار، كان هيحتار 360 يوم. احنا عندنا الهجري 360 يوم، ميلادي 365 يوم. يعني ايه ميلادي وهجري؟ لا روح بعيد. تمام. فكان هيجتهد 360 يوم ليه؟ علشان العظم بتاع القدر ده او عظم المكانه دي. ايه اللي حصل بقى فيها؟ اجمل حاجه انزل القران. ازاي يا عمي؟ هو يا بايا مش تنزل على الرسول في 23 سنه؟ لا يا بايا، هو نزل الى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ في الليله دي اللي هي ليله القدر. طب امتى بقى؟ ما تقول لي. ما قلت لك بقى ما اعرفش والله، والله لو اعرف كنت قلت لك وكنا اجتهدنا مع بعض وزودناه. بس النبي ليه ما قالش؟ علشان انا وانت نجتهد في العباده. تمام يا سيدي؟ تمام يا سيدي. ايه كمان اللي حصل في اللي يحصل في الليله دي؟ زي ما قلنا تنزل الملائكه وسيدنا جبريل ينزل. ايه كمان اللي بيحصل في الليله دي؟ انها بتكون سلام، الشيطان ما يمسش الواحد بحاجه، ولا يا عم الشيطان متسلسل، يا عم بيكون سلام. كمان الليله دي بيكون فيها ايه بقى عشان اعرفها؟ بتلاقي اشعه الشمس بعدها يا اسطى مختلفه، وتلاقي لا حره ولا بارده. يعني بص، اول ما تلاقي الجو لا حر ولا بارد اعرف ان دي ليله القدر. لا يا عم، انا بقول لك برضو ان ربنا قال سلام. الليله دي بتكون سلام، ما بيحصلش فيها اذى، ليله هتلاقي كده سكينه، ليله تحس بيها براحه. فهنيئا لمن فاز بها. فما تضيعهاش، ما تضيعهاش علشان انت ما تضيعش، ما تضيعهاش علشان انت ما تضيعش. تلاقي بعض المشايخ اللي بيتكلم ان كانت سبب هدايته في العشر الاخر. ليه؟ يبقى قاعد على القهوه وقت الفجر كده. انا الشيخ كان بيحكي والله ما متذكر مين، يقول لك فانا قاعد لقيت الشيخ بدا التهجد، قلت لاصحابي ما تيجوا نخش نصلي. دخلوا يصلوا، لقوا الناس عماله بتبكي في الدعاء ويا الله، والناس تبكي يا الله، والناس بقى عماله بتبكي. يا عم هو الناس دي مالها يعني؟ هم بيعيطوا على ده بيقول شويه كلام. فالسبب هدايتهم كان في الايام دي. فالوصيه اللي انا بوصيها لك الدعاء، زي ما قلت لك فيها يفرق كل امر حكيم. تخيل كده ان انت تدعي دعوه والله سبحانه وتعالى يفوزك بيها. تخيل كده تدعي دعوه وانت تفوز بيها. تخيل كده تكون بتتمنى من ربنا امنيه وتحصل في الليله دي. دبان ما تقرفنيش حاجه اصور. تكون بتتمنى حاجه تلاقيها حصلت في الايام دي. لا شأنها عظيم. وخد بالك، انا عايز اقول لك على حاجه في الاخر كده. انا طولت عليك. اعرف ان الليله دي او الايام دي ممكن ما تكملش رمضان لاخره، ممكن ما تكملش رمضان لاخره. فاعلم لو كملت رمضان لاخره، عايزك تعرف ان انت ممكن ان الايام الجايه هادم اللذات ومفرق الجماعات ياخدك، يقبض روحك، تكون عند ربنا. عارف شهيد وصحابي تاني. الشهيد مات مثلا خلينا نقول سنة 2، والصحابي مات 3. فسيدنا طلحة رأى في المنام ان اللي مات في سنة 3 ده اللي هو مات على فراشه على سريره كده دخل الجنة. طب والشهيد بعديه؟ طب المفروض اللي يحصل انهي؟ ده شهيد. الشهيد ولا نايم على فراشه؟ قول انت، تقول الشهيد طبعا. فراحوا لرسول الله لما قال للصحابة وتعجب وقال لهم الكلمة جميلة جدا، جميلة جدا، انت لو كنت سمعتها ولو سمعتها ومدرك معناها. قال ألم يبلغ رمضان؟ مش 10 رمضان، مش صام رمضان، مش قام رمضان، مش عدى ليلة القدر، مش قام ليلة القدر. النبي بيقول لك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا خوفا من عذاب الله وطلب المغفرة غفرت ذنوبه. تخيل كده ان انت كده الله سبحانه وتعالى يكتبك من اللي اتغفر ذنوبه. تخيل الله يكتبك من اعتقائي من النار، والله سبحانه وتعالى لا يبدل القول. يعني لا يبدل القول اللي ضي. يعني ايه بقى؟ يعني ما يكتبكش السنه دي من اعتقائك من النار والسنه الجايه لا، خلاص على كده كتبت خلاص، موت بس انت ان شاء الله. يعني بعد ما تكتب من اعتقاء من النار وخلاص على كده. يعني الجنه لما النبي قال قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض في غزوه بدر، فهو الراجل سيدنا عمير قال بخن ولا بخن والله في العرب انا ضايع. انا معلش ان شاء الله باذن الله حلمي اكون حاجه. بس سيبك من حلمك، ادعي في ليله القدر، ما احنا ما تعرفناش واحنا بنسمع ماشي. فقال ما حملك على قولها. الكلمه دي يعني تقال كده التعجب كده، اندهاش كده، اللي هو حاجه كده. الواحد قال انه يتمنى ان يكون من اهل الجنه. قال انك من اهلها، خلاص بشر باهل الجنه. عمل ايه؟ خرج كده تمر من بقه في البلح اللي كنت خرج كده البلحة دي على طول، وقال لو حييت لأكل هذه التمرات إنها لحياة
طويلة، حياة طويلة. مسحرات معد، حياة طويلة. خرجها خلاص، بشر بالجنة. فانت تخيل كده ان انت كل يوم بتدعي كده، مستشعر انك هتكتب من عتقائي من النار، مستشعر انك لو مت هتدخل الجنة. واذكرك ان ابواب الجنة مفتوحة وابواب السماء مفتوحة. ادعي انت. هو انا عايز اعرف بقى حاجة في اخر الفيديو يا ابويا، ال10 ايام بتاع ذو الحجة اهم ولا ال10 ايام بتوع رمضان اهم؟ بص يا عم ابن القيم، قارن بين المسألتين دول. 10 ايام بتوع رمضان مهمين في الليل، لان النبي كان بيقوم الليل، والقرآن على ما اعتقد نزل بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله في الليل، ما قالكش في النهار. وال10 ايام بتاع ذو الحجه يا ابويا كان إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل فيهم؟ الحج والطواف، وانك تقف بيوم عرفه وده الحج الاكبر، وترمي الجبرات، كل ده بيحصل بالنهار. فال10 ايام بتوع رمضان الليل فيهم حلو، وال10 ايام بتاع ذو الحجه انك النهار فيهم احلى. يعني انا اعمل ايه؟ او الوسط. سيبك من الدنيا، يعني ما تخليش انا ثانويه عامه، انا بكلمك خلصت كل ما الحمد لله كل اللي عليا، بستنى المراجعات علشان الايام الجميله دي، علشان ما اضيعهاش. فانت ما تضيعش الايام دي، وانوي الاعتكاف. اكون خلصت فبقى الموبايل عشان اوقف. استنى قبل ما امشي، بالله عليك ما تنساني بدعوه، ربنا يكبر بخاطري واجيب مجموعه عاليه. زي ما قلت لك على المعلومات دي وكنت ممل وطولت، بس والله العظيم عليك، والله العظيم كل الكلام خرج من هنا، من قلبي، خرج من قلبي. علشان حتى تلاحظ تلاقيني بتلجلج كده. انا ممكن احضرهم لك في ورقه واكتبهم لك بص يا شباب انت يا اسطى فيها كذا، لا انا بخلي الكلام يخرج من قلبي حتى لو بتلجلج، علشان يدخل الى قلب اللي بيسمعني كده ويعمل على طول. اما ماليش انا في الكلام المزوق والكلام ده كله واقعد احللك وكلك، لا ماليش في الكلام ده. هو اي نعم دين، بس لازم يخرج من قلبي علشان يدخل بقلبك، علشان انت تعمله، علشان ناخد اجر ان انا قلت لك، وانت تاخد اجر انك بعت لصاحبك الفيديو وساهمت بنشر، سواء اعجاب او مشاركه او تعليق او اي حاجه منك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.